وتحذير تحذير تحذير، ما ينفعش تدمج ما بين كل الالعاب دي الا لو انت فاهم كويس قوي انت هتتمرن ايه. حبايب قلبي وحشتوني جدا 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 جدا. لحظه واحده كده يا شباب، هو ايه ده؟ ايه اللي فوق عينيا ده؟ مش مشكله، احنا ممكن بس نعدي اول دقيقتين دول وهو هيتشال باذن الله. كمل الفيديو يا ابني. طبعا فيديو جه على فجاه زي ما انتوا واخدين بالكم، يا دوب جايز لي بتاع الزرقاء اللي ورايا دي، اضاءه الشمس، اضاءه تانية اهي، ويلا بنبدا مع بعض. فيديو النهارده والله العظيم من اهم الفيديوهات اللي ممكن تفرق في حياتك في حته الرياضه، لانها هتفتح لك باب جديد او هتخليك تفهم الدنيا ماشيه ازاي مع الدمج بين الرياضات المختلفه. هتفهم الكلام ده كله مع بعض باذن الله. اللي قدامك ده اندري سمايف، او خلينا نقول عليه الدب الروسي. الوحش ده طوله تقريبا 185 سم ووزنه 158 كيلو. لا والغريب بقى لما تسمع سنه، لاني مش زي ما انت واخد بالك شكله رجل ناضج يعول اسره مكونه من 4 افراد. لا الحقيقه مش كده. اسمع يا معلم، اولا كده زي ما قلت لك الدب ده روسي، والجينات الروسيه زي ما احنا عارفين ما شاء الله خارقه للطبيعه، وده معنى مجازي طبعا لقوتهم الجينيه عندنا دي. وخليني بقى اقول لك على اللي هيدهشك اكتر، الراجل ده عنده قوه غير طبيعيه زي ما انت شايف. لا ده كمان بيلعب كاليستينكس. يعني بص مفيش كده في الحقيقه، والسبب اللي ممكن يخليه شكله كبير شويه الهرمونات، بس ده مش موضوعنا. امال ايه بقى موضوعنا؟ واخدني الرحله مثلجه لروسيا وسن وقوه. اصبر على دقيقتين اقول لك دلوقتي اقرب مواصله من عندك وتعالى اقول لك ازاي بقى لو انت ضخم او جيناتك ما شاء الله قويه توصل لمستوى قريب من ده من غير طبعا استرويدز او هرمونات. والمميز في الراجل ده ان انت تحس ان جسمه متكامل دامج ما بين القوه والمرونه والشكل الرهيب اللي انت شايفه قدامك، وده بيرجع للاسباب اللي هقولها لك دلوقتي. اول حاجه الشخص ده دمج ما بين 3 العاب: الكاليستينكس، تمارين القوه ورفع الاثقال، وكمال الاجسام او البودي بيلدينج. او تحس ان جسمه بيدي ال3 قوي لانه الجمع بين ال3 او مميزات ال3 بمعنى اصح. انما بقى نظام التغذيه فهو ما شفتلوش اي حاجه بتتكلم عن التغذيه بصراحه، ولما سالته ما ردش عليا طبعا على الانستجرام، ودي مش اخلاق ابطال على فكره. بس لما دعبست كده دورت شويه لقيت ان في حد اتكلم عنه وقال انه كان بياخد في اليوم 9000 سعره حراريه، ولو مش مستوعب رقم زي ده فهو بيدخل تقريبا 3 أو 4 اضعاف اللي بيدخله الشخص العادي. وفي الحقيقه مش هو الوحيد اللي كسر الرقم بتاع 9000 سعر حراري، لان في رياضي عمل كده. ده لو احنا اعتبرنا اصلا اندري رياضي، لان هو بياخد استرويد زي ما قلت قبل كده. طبعا التاني ده كلنا عارفينه، واللي هو مايكل فيليبس السباح العالمي اللي مدخل ميداليات بارقام دول. مايكل فيليبس تقريبا واخد 28 ميداليه، 23 ذهب و3 فضه و2 برونز، وده غير انه كسر 39 رقم قياسي. والاهم بالنسبه لنا ما قلناش لحد دلوقتي ان الدايت بتاعه كان كاسر ال 12000 سعر حراري في وقت ما. المهم نرجع لموضوعنا الرئيسي، لان كل رياضه وليها حسبتها، وده ممكن اشرحه لكم بس في فيديو تاني. فلمي بقى شنطك كده معلش وتعالى من عند مايكل فيليبس نرجع تاني لاندري سمايف. وكويس يا عم اني مفسحك يا عم، انا عارف ان انت اكيد ما خرجتش في العيد. المهم عشان توصل لمستوى زي ده بعيد عن الحجم والشكل المخيف اللي قدامك ده، يبقى لازم ولا بد تعمل نظام تدريبي بيضم لك المزايا او التمارين بتاعه ال3 العاب. المزايا دي قصدي بيها التمارين الخاصه باللعب. يعني مثلا اول يوم تمارين قوه عشان توصل للقوه القصوى لجسمك، ويوم كاليستينكس عشان تعرف تتحكم في الجسم والقوه الوظيفيه، ويوم بودي بيلدينج بنظام الفول بودي ده لتضخيم العضلات وتقسيمها، واليوم الخامس تمارين كاليستينكس وتمارين القوه الاثنين مع بعض علشان توازن بين الحمل التدريجي، ولو في يوم سادس هيبقى تمارين القوه اللي هي البار ليفت. ومش عارف الكلام ده لعب في دماغي وحاسس كده ان انا عايز اجرب النظام ده، بان انا زي ما انتم عارفين او للي عارفني فيكم انا بحب العب كذا رياضه. يعني بحب الحاجات اللي فيها لياقه بدنيه، وبحب الحاجات اللي فيها جري، وبحب الكوره جدا، بحب الالعاب القتاليه جدا، وفي نفس الوقت بحب الجيم جدا برضه. فدايما تلاقيني متشتت ما بين كام رياضه كده، بلعب هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه وهنا شويه. فلو لقيت دعم على الفيديو ده هنزل لكم الجدول التدريبي بتاعي على الانستجرام، ممكن يوم بيوم باذن الله نتمرن مع بعض، وممكن بعد 3 شهور بقى نقيس الفرق ما بين البداية والنقطة اللي احنا نوصلها بإذن الله. وتحذير تحذير تحذير، ما ينفعش تدمج ما بين كل الألعاب دي إلا لو انت فاهم كويس قوي انت هتتمرن ايه وحجم التدريب بتاعك، لان مفيش حاجه بتبقى بالسبهلله كده. يعني مفيش حاجه نجمع فيها كل الرياضات ونلعبها مره واحده، لا ده في حاجه اسمها حمل تدريبي انت المفروض تحطه لجسمك علشان لا قدر الله ممكن تتصاب بكل سهوله. فخلينا في الامان. ولو مكمل معايا لحد هنا فانت اكيد الفيديو عجبك، فبليز لايك وسبسكرايب، كومنت جميل كده، وتعالى بقى على الانستجرام ويلا بينا نجرب النظام ده. ربنا يستر. سلام.